تخيل معايا إن الساعة 3 الفجر وإنت قايم تتسحر وتصلي التهجد. إنت فاكر إنك بتعمل عبادة وبس، بس الحقيقة إن جوه جمجمتك بيحصل أعظم سوفت وير أبديت ممكن تتخيله. تعالوا نكشف السر في دهشة وحياة. طول النهار مخك شغال على ترددات سريعة ومزعجة اسمها موجات بيتا. دي موجات التوتر والزحمة. لما بتقف تصلي في هدوء الليل، مخك بينزل سرعته لموجات أهدى بكتير اسمها ألفا وثيتا. الموجات الهادية دي هي المسؤولة عن السلام الداخلي وإعادة برمجة الأعصاب. انت في اللحظة دي بتطفي إنذار الحريق اللي كان شغال في دماغك طول اليوم. عشان كده بتحس إن روحك خفيفة. جوه مخك حتة صغيرة اسمها اللوزة الدماغية. دي مركز الخوف والقلق. أجهزة تصوير الدماغ بتثبت إن الخشوع في الصلاة بيقلل جدا من نشاطها، كأنك بتسحب الفيشة بتاعتها بالبطيء. والطاقة بتتنقل للجزء الأمامي من مخك اللي هو مركز الحكمة والتحكم في المشاعر. الربع ساعة اللي بتقفها بالليل دي بتعمل إعادة ضبط المصنع لقدرتك على تحمل أي ضغط بكرة. جسمك جواه هرمون توتر اسمه الكورتيزول بيخليك تصحى مفزوع، لكن الصحيان الهادي بالليل عشان التهجد بيحجم الوحش ده جدا، وبيدمجه مع هرمون النوم الميلاتونين. الميكس ده بيخلق في مخك حالة نادرة العلماء بيسموها اليقظة الهادئة. انت فايق جدا ومركز في الدعاء، بس أعصابك في تلاجة، ما بتحسش بأي توتر أو قلق. ولما بتقعد تتسحر انت بتشغل المصنع الكيميائي على الهادي. الأكل الصحي بيدي جسمك طاقة ممتدة المفعول. مفيش تسونامي السكر بتاع الفطار اللي بيخليك تفصل شحن. الإنسولين بيطلع بهدوء وبيخزن الطاقة في الكبد عشان بيسربها لجسمك نقطة نقطة طول النهار، كأنك مركب بطارية احتياطية بتحافظ على تركيزك وسلامك الداخلي. 10 الأواخر مش بس بتغسل ذنوبنا، دي أعظم عملية صيانة شاملة لمصنعك الداخلي. لو حسيت بالدهشة ما تنساش اللايك واشترك في القناة وقولي بتحس بإيه في جسمك أيام 10 الأواخر.